كابتن احمد شعبان مدير الكره بنادي تليفونات بني السويف، برحب بك على شاشه قناه النهار رياضه. واكيد بقى مباراه هامه جدا، مباراه نادي الزمالك واستعدادات خاصه لهذه المباراه. والله هو الاستعدادات فعلا، يعني احنا الفترة اللي فاتت ديت عملنا ماتشين وديين مع الداخلية ومع الانتاج. وان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله من يوم السبت ان شاء الله برضو هنعمل تمرينه يوم السبت وهنعمل تمرينه يوم الاحد، وهنخش معسكر لمدة 48 ساعة ونخش ان شاء الله على مباراة الزمالك. يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، بس لان احنا فعلا في الفترة اللي فاتت ديت كابتن ايهاب مركز كويس قوي، والاولاد فعلا في فورمه عاليه من ساعه مباراه المصري اللي فاتت، والاولاد ماشيين كويس جدا جدا ومركزين، وان شاء الله نتمنى ان احنا نعمل مباراه كويسه مع الزمالك ان شاء الله. هل في غيابات في الفريق؟ هل في حد راجع؟ ايقافات، اصابات؟ الناس حابه تطمن على فريق. والله احنا فعلا كان عندنا اصابات، كان في عمرو سماكه وكان في سيد مسعد الحمد لله، وكان في محمود عبده. الثلاثه دول رجعوا الفتره اللي فاتت دولت ودخلوا الماتشات الوديه اللي فاتت ديت، لكن برضو يعني انا شايف ان هم برضو لسه يعني برضو لسه ما دخلوش في الفورمه يعني. مش هيلعبوا يعني والله لا، لسه فاضل لنا 4-5 ايام، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. بس الحمد لله اللعيبه كلها مركزه وانت عارف بقى الماتشات ديت انت كمان مش عاوز تحمس اللعيبه اللي هم اصلا كمان يعني ان هم بيستنوا المباريات ديت بفارغ الصبر. بس بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يعني ان شاء الله. توفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك.